السلام عليكم لكل متابعين قناتي. يا رب دايما تبقوا بخير وبسعادة. زي كل مرة أحب أبدأ الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا وما انساش ان انا اشكر متابعين قناتي، دايما بيدعموني. شكرا ليكم. والنهاردة انا هعمل لكم فيديو سهل وبسيط خالص، وهي علبة مناديل بس بشكل تاني. احنا عملناه بشكل قبل كده، عبارة عن يعني ستانات بتتحط على بتتحط كده على علبة المناديل. دي علبة المناديل بتاعتي، كنت بحط عليها ستان. ده فيديو من ضمن الفيديوهات هحطها لكم في صندوق الوصف للناس اللي عايزة تشوفها، الناس الجديدة اللي معانا على القناة. او شكل تاني انا عملتها المناديل الناتش الصغيرة دي. دي برضه عملت بيها فيديو، هحط لكم الفيديو اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. النهارده انا هعمل لكم شكل كنبه بتاعت انتريه كده لعلبه المناديل. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ انا كل ما عليا هجيب القماش اللي انا هستخدمها بتاعتي، وهبدا اغلف بيها دي، هغلف بيها علبه المناديل. طيب ازاي؟ انا ده مثلا الواجهه بتاعت القماش بتاعتي، انا هجيب الظهر بتاعها كده، هقيس نفس نفس على قد مقاس علبه المناديل بالشكل ده. تمام. وهعمل ايه؟ هجيب يبقى جنبي معايا هنا الدبابيس بتاعتي ديت صغيرة، الابرة دي، وهبدأ اثبت هنا ديت عليها. ازاي؟ عشان انا هخيطها من هنا كده، الجناب دي هبدأ اعملها كده بالدبوس كده. تمام. وهاجي برضو من هنا كمان بالشكل ده كده، بس ما ضايقهاش على الاخر يعني. وهاجي هنا كمان كده اثبتها برضو كده بالشكل ده. وهنا كمان. تمام كده اهي، كده اتثبتت معايا. انا هجيب المقص بتاعي واشيل الزيادات دي. تمام. وهقوم جايه بقى جايبه خيط وابره، وهبدا انا ثبت دي ليه؟ عشان هشيل ديت وابدا اخيطها، علشان لما اجي احطها كده، ده الظهر بتاعي اهو، مش هتبقى باينه من هنا، تبقى بالظبط على قدها بالظبط كده. بعد ما تتخيط. بصوا لما اتخيطت بقت ازاي. انا طبعا انا مجهزه واحده زي ما قلت لكم عشان الوقت. اهي، انا دي الخيطه بتاعتي هي اللي انا خيطتها، ودي كلها على فكره غرزه سراج على ايديا. انا بعمل لكم الغرز ديت فيديو لوحدها في مره باذن الله. شايفين اهي، دي غرزه سراج. انا قمت جايه قلبت، طبعا انا كنت مثبته هنا كده الدبابيس كده بالشكل ده، زي ما انا مثبتها هنا كده. ماشي. خيطت هنا الخياطه ديت وشلتها كده، اقوم جايه عاملاها هنا التلبيسه دي لعلبه المناديل كده بالشكل ده كده. اتثبتت معايا اهي. تمام. طيب ايه بعد كده؟ هعمل ايه بقى؟ هجيب برضو قطعة قماشة من نفس الشكل اللي انا هستخدمه، وهبدأ اقصها قطع مستطيلة طويلة، يعني واخدة استطالة شوية بالمقاس ده كده، بمقاس العلبة. يعني انا هشوف مثلا العلبة كده، هقيس من هنا كده، وهمشي كده مثلا، وهجيب دي كمان معاها. بس انا ما عنديش هنا قماشة كبيرة شوية، فانا هقوم جايه واخده ايه اهي. انا قمت جايه يعني هاخد المقاس ده دي كده، هقيسها من هنا، وهمشي بيها كده، وهمشي بيها كده، اخد المقاس اللي انا عايزاه. تمام. انا عملتها اهي، وقمت جايه هي دي اهي، ده المقاس اللي انا عملته كده، مثلا مقاس 3 صوابع كده اللي انا عملتهم. وبعدين استخدمت غرزه السراجه اهي كده، استخدمت الغرزه بتاعه السراجه برضو، وقمت جايه خيطتها، وقمت جايه قلبتها. وبعدين حشيت دي فايبر. الفايبر طبعا كلنا عارفينه، ده الفايبر بتاعي اهو. وانا هكمله حشو معاكم هنا، عشان المقاس، عشان المقاس بتاع اللي هستخدمه. وهدخلها شايفين الشمعية دي اهو، هدخلها بالشمعية كده علشان تكمل معايا اهو كده بالشكل ده.
تمام. يعني انا اخدت المقاس ده بتاع علبة المناديل، وبدأت استخدم اخدته بعدين قصيته وعملت استخدمت الابرة بتاعتي، وقمت جايه قلبت الشكل المستطيل الطويل ده. هو ده مستطيل هو تقريبا يعني. وهبدأ احطه بقى، هاخد المقاس بتاعي بتاع علبة المناديل كده، وهجيبها كده. يعني ده تقريبا كده الايه المقاس بالشكل ده، ازقه شويه كده ماشي. وبعدين هقوم جايه اقص القطعه الزياده دي، انا مش محتاجاها. تمام كده. وهجيب بقى الابره بتاعتي، واخيطها الغرزه السحريه اللي احنا قلنا عليها. تمام. اهي كده الابره بتاعتي مجهزاها اهي. اقوم جايه مدخله الحرف ده جوه كده طبعا عشان بيبقى ما يبانش. وهجي من هنا كده ادخل دي جوه اهي. بصوا، هاجي هنا هاخد هنا خط من هنا كده، وهدخل دي كمان. بصوا انا خدتها من هنا اهي، هاخدها من هنا بقى كمان، اقوم جاي واخدها العكس كمان، واحدة عكس التانية بالشكل ده كده اهي كده، بحيث ان هي ايه تبقى عاملة زي ما اكون مخيطاها بالظبط. انا لو شديتها كده ما بتبانش. انا هعملها لكم برضو مرة، انا عملتها مرة قبل كده بخيط ملون علشان ابين لكم الفرق اهي. اخد دي كده من هنا، دي من هنا كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. تمام. انا هعمل ايه بعد كده بقى؟ انا هجيبها اثبتها هنا على على علبة المناديل بتاعتي. طبعا انا ممكن اثبتها بالخيط. تمام. انا ممكن اثبتها بالخيط، وممكن اثبتها بالشمع. انا طبعا مستسهله عندي الشمع ان انا استخدمه، لان هو برضو يعني هيدي نفس النمط بالظبط بتاع الخياطه. بصوا، هجيب على الحرف بالظبط كده، الزقه كده وثبته جامد. تمام. وهاجي من الناحيه دي برضو هثبت هنا الاول، يعني مش همشي بالترتيب، لا اثبت هنا الاول عشان اخد على قد المقاس اللي موجود عندي اهو كده. تمام اهو، اثبته كويس. وبعد كده هعمل ايه بعد كده؟ هاجي بقى هثبت من هنا عشان هياخد امشيها تبقى على قدها كده. بس اجيبها من ورا من هنا كده، او من هنا كده مثلا، المكان المتاح بالنسبه لي اعمل عليه كده اهو. شايفين؟ على فكره هي طريقه سهله وبسيطه خالص، ما فيهاش اي صعوبه. هي بس كل الصعوبه اللي فيها ان احنا نخيط الكفر ده على علبه المناديل. دي كل الصعوبة. بس انما خلاص ادام انا عملتها، ولو عملتها بالطريقة اللي قلتلك عليها تبقى سهلة خالص. تمام اهي شايفين؟ طبعا انا عايزة بقى ايه، انا هنا مقصرة شوية من الجزء اللي تحت ده، عشان انا عايزة اعمل لها هنا كده ايطان او حاجة يعني، عشان تبقى عاملة بقى زي كنبة الانتريه شوية، او عشان تاخد الطول اللي انا عايزاه. فانا همشي كده بالشكل ده اهو. طبعا الايطان دوت اللي لقيته قدامي بصراحة يعني انا كمان ممكن استخدم اضافة تاني، يعني ممكن استخدم اللي هو ده اللي انا بستخدمه دايما، الاستراس بالشكل اللي انا عايزاه.
اللون اللي انا عايزاه طبعا. انا عملت دي عشان انا محتاجة اللون الابيض. انما طبعا انا طبعا انا عارفة ان دي اذواق دي اذواق، وبس وبستخدم وكمان بستخدم القماش اللي باقي عندي. وعلى فكرة انا ده لو عملتها الحاجات ديت سهلة وبسيطة ومش مكلفة. وكمان انا ممكن اعملها مشروع. الناس اللي هم بيحبوا يعملوا ممكن ست بيت قاعدة في موجودة في البيت ومش قادرة تخرج، ممكن تعمل الحاجات دي وتسوقها. هي هتبقى مصدر رزق ليها، وهتبقى سهلة وان شاء الله تكسب فيها كويس. الحاجات دي مليانة بره المحلات، وفي ناس معينة بتحب الشغل ده. اهو كده. زي هنا كده. يعني بتبقى مشاريع مربحة والله يعني. شايفين؟ عاملة زي دي شكل الكنبة يعني، بصراحة شكلها لذيذ. ممكن اعمل هنا كده برضو عشان تغير يعني بصوا في الجزء ده كده. انا حابة اعمل هنا عشان ايه، نداري برضو الخياطة بتاعتي كده بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين كده. من الناحية دي برضو كده عشان نداري الشكل ده. اه. ولو انا عايزة اعمل برضو هنا كده كمان قدام هنا كده، بس هي دي للأسف يعني خلصت مش هتكفي. ممكن اعملها هنا كمان، شايفين كده؟ تمام كده. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ شايفين انا جبت برضو قصيت، جبت يعني مثلا انا دي الحته اللي اتبقت معايا هي مثلا من الشكل اللي كنت عاملاه بتاع ظهر الكنبه كده. اقوم جايه مثلا قصه منها جزء كده صغير، اصغر او اكبر، وابدا مثلا اخيطه برضو. وها طلعت منه شكل المربع ده. دي قماشة كانت عندي برضو، حبيت استخدم اللون بتاعها، ولذلك انا جبت ديت البامبا درجة البينك دي عشان تمشي مع مع الوان الدرجات الموفيات والبنفسجي. تمام. وهبدأ احطها هنا كده زي ايه، زي خداديات بتاعتي اهي. مثلا ده البينك التاني اهو. دي مثلا هنا درجة بينك اهي. تمام كده. لو انا عايزاها كده، او ممكن استخدم من القماشة دي برضو وابدأ احطها هنا عشان ايه ممكن تنور اكتر. يعني ممكن اعمل من دي الخداديات، وممكن اعمل الوان من الخداديات. طيب فاضل حاجة بسيطة بقى صغيرة تانية، ان انا بقى هطلع مكان علبة المناديل من هنا اهو كده. اهو اهي كده. وهنا كمان مناديل اهي. شايفين كده؟ هبدأ اعملها، هحط بقى هنا الايه الالوان بتاعتي دي. احط دي هنا الاول، ممكن بقى انظمها زي ما انا عايزه اهي. تمام اهي. شايفين كده اهيت، وده الظهر بتاعها اهو اهوت. تمام اهو، مفيهوش اي حاجه وملزوق كويس. واوقات كتير يا جماعه بيبقى الشمع بيكون افضل واسهل واسرع وانضف من الخياطه. دوت انا مقتنعه بيه، بس طبعا اللي يقدر ينفذها بالخياطه يكون اظرف، بيكون سهل ليه يبدأ ينفذها عادي. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. لايك وشير لاصحابكم، وشكرا ليكم.